السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برهم. النهاردة هنعمل المخبوزات والنواعم بتاعة العيد. هنبدأ إن شاء الله. هنعمل النهاردة الفايش الصعيدي. لو حابة تشوفي الوصفة تابعيني لآخر الفيديو. هنبدأ بالمقادير بتاعة الفايش. معايا دقيق، كيلو دقيق. أنا هبدأ بمقادير كيلو عشان خاطر اللي عايز يجرب في الأول ويعمل كيلو ويعمل كيلو، لكن اللي عندنا كمية أكبر من كيلو. ده هنتكلم على الكيلو الدقيق. كيلو الدقيق معاه 150 سمنة سايحة دافية، متكونش سخنة عشان خاطر الخميرة، لو السمنة سخنة هتموت الخميرة اللي في العجين. معايا كوبايتين لبن حليب دافي، ولو احتاجنا زيادة هناخد مية. معايا معلقتين كبار سكر. معايا باكت خميرة معادل معلقة كبيرة. معايا معلقتين كبار سمسم محمص. معايا معلقتين كبار كركم. معايا معلقة صغيرة ملح. هنبدأ ناخد المكونات دي كلها مع بعض. هبدأ أنزل بالمكونات الجافة الأول. هبدأ أنزل بالدقيق. هنزل بالملح، معلقة صغيرة ملح على كيلو الدقيق. معلقتين كبار سمسم محمص. معلقتين كبار سكر. أبدأ أنزل بالخميرة، معلقة كبيرة خميرة لكل كيلو دقيق. أنا بستعمل دريم لأن في خميرة بتبقى موجودة في السوق ما بتدوبش إلا إذا أنت دوبتيها الأول في مية أو في لبن. دي بتدينا نتيجة حلوة. والسكر أنا مزودش أكتر من معلقتين عشان خاطر الفايش ده يخش يتحمص، ما ياخدش معايا لون ويغمق مني. هبدأ أنزل معلقتين كبار كركم. هقلب كل المكونات دي مع بعض، اخلطهم كلهم واقلبهم مع بعض كده. اقلب كل المكونات الجافه كده مع بعض زي ما احنا شايفين. السمسم مع الدقيق مع السكر مع الكركم مع معلقه صغيره ملح مع الخميره. ابدا اعجن العجينه كلها. لو احتاجت ميه هضيف لها ميه على كوبايتين الحليب. لو احتاجت ميه هنضيف ميه على حسب ما الدقيق يقبل. انا مستخدمه هنا دقيق الاهرام. الدقيق ده حلو جدا، الناس كلها بتشكر فيه وعن تجربه يعني. حلو في مخبوزات العيد عامه، وحلو في كمان حتى لو هعمل بيه معجنات شغال حلو يعني. اول ما العجينه عندي لمت بالشكل ده كده، لا هي بتلزق، هي سابت ايدي اهي، لا هي بتلزق قوي لا هي طريه، لا هي بتلزق قوي لا هي جامده. 150 جرام من السمنه هنزل بيهم كده دفعه واحده على العجينه بتاعتي. ابدا ادخل السمنه دي كلها في قلب العجينه لحد ما تلم تاني معايا وتبقى عجينه تاني. يبقى كده ايه؟ يبقى كده احنا خلصنا العجن بتاع الفايش. بعد ما العجينه اتشربت عندي السمنه بالشكل ده، هبدا ان انا اخدها كده ونعمت خالص اهي بالشكل ده كده. هبدا ان انا اخدها اقلبها. دهنا وش العجينه سمنه من نفس السمنه اللي كنا عاملين بيها، وهنبدا ان احنا نغطيها بكيس بلاستيك وفوطه وهنسيبها تخمر. العجينه عندي بعد ما اختمرت بالشكل اللي احنا شايفينه دوت وارتفعت وضاعف حجمها بالطريقه ديت، هنبدا ان احنا نقسمها وهنعمل الفينش. هنبدا ننزلها كده على الصينيه بالشكل ده كده عشان نقسم العجينه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنبدا نقسمها. هنبدا نقسم العجينه عندي عشان خاطر تبقى متساويه في الشكل بالشكل ده كده. بعد ما قسمناها عندنا بالتساوي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، هنبدأ ان احنا
نحاول على قدر يعني على قدر الامكان ان احنا ما نطلعش الهواء اللي موجود في العجينه. هبدا ان انا المها كده حاجه بسيطه كده بالشكل ده كده، عشان خاطر لما اجي اشتغل فيها هبدا ان انا المها بالشكل ده كده من غير ما ادوس عليها، عشان ما اطلعش منها الخمر بتاعها. واعمل كل اللي احنا قطعناه بالشكل ده كده. احاول ان انا ما اطلعش الخمر بتاع العجينه، بالراحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بعد ما قطعناهم وكورناهم بالشكل ده كده هنبدا ان احنا نفردهم ونحطهم في الصاج عشان يخمروا. هنبدا بسم الله، هنبدا نفرد اول كرة عندنا بالشكل ده كده. بعد ما فردناها فرد طولي بالشكل ده كده هبدا ان انا اقلب العجينه بالطريقه دي. هبدا الفها زي الساندوتش كده بالطريقه دي كده، وادوس عليها كده عشان خاطر ما تعمليش الفراغات. انا عايزه مطلوب منها ان هي تعمل فراغات من اللي هي تبقى مفتحه في العجينه، لكن ما تعملش هواء من جوه. الطريقه دي مش هتخلي فيه هواء بالطريقه دي كده. وهاخد الفتحه بتاعه العجين دي ودي كده بالطريقه دي، ندخلاهم كده لجوه، واقفل الرغيف بتاعي بالشكل ده كده، ادوس عليه كده واقفله عشان خاطر الشكل يطلع متساوي معايا بالطريقه دي كده. هبدا ارصه في صاج، ارصه عندي في صاج ألمونيوم بالشكل ده، واخلي الفتحه بتاعه الرغيف بتاع الفايش من تحت عشان خاطر ما يفتحش معايا. هنعمل كمان واحد بالشكل ده كده. الفاش عندي بعد ما قطعته بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، هنبدأ ندهن وشه سمنة، وبعد كده نسيبه يخمر، وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة 200. هنبدأ ندهن وش الرغيف كده سمنة بالشكل ده كده، بعد كده نسيبه يخمر في حتة في مكان دافي، بعد كده هندخله على درجة حرارة 200. بعد ما الفايش خمر عندي بالشكل ده كده هدخله على درجة حرارة 200 رف أوسط، وكل الفرن شغال قبليها ب10 دقايق أو ربع ساعة. بعد ما طلع عندي من الفرن بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، خد اللون الذهبي الجميل دوت، انا ببيته لتاني يوم عشان خاطر لما اجي اقطعه يبقى ماسك نفسه، وفي نفس الوقت لما اجي ادينه في الفرن او انشفه في الفرن يبقى القرمشه بتاعته تيجي بسرعه، ما يبقاش فيه الحته اللي هي القلب الني اللي من جوه ده. نبدا نقطعه شرايح. هستخدم السكينه المشرشره دي عشان ما يهدرش مني. عايزاكم تشوفوا التفريغه من جوه عامله ازاي. هنقطع كل الكميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ونحمصه في الفرن على نار هاديه. هنرصه في الصاج ونحمصه على نار هاديه، وهنيجي نشوف احنا هنعمل ايه. بعد ما طلعنا الفايش عندنا من الفرن وحمصناه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، تعالوا نشوف واحده كده، شوف شكلها عامل ازاي القرمشه بتاعتها. لو عجبك النهارده الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك عشون يوصلك كل ما هو جديد، وبالهنا والشفا.